وطبعا الجناح الايسر اللعيب المميز قوي سالم الدوسري. عاد ليخلط من جديد. اهلا بيكم في الجزء الثاني من سلسله مجموعات كاس العالم. في السلسله دي بنتكلم عن اهم المنتخبات المشاركه في البطوله والمنتخبات العربيه وحظوظ كل واحد فيهم للصعود لدور ال 16 والفوز بالبطوله. اتكلمنا في الجزء الاول عن المجموعه الاولى، لو ما شفتش الفيديو هحط لك اللينك من هنا او من هنا على حسب يعني. رفقائي الكرويين، قبل ما نبدا ما تنساش اللايك بتاعك والسبسكرايب وتكتب لنا رايك في كومنت علشان رايك حقيقي مهم. بصراحه يعني عاوزين نوصل 1000 سبسكرايب قبل كاس العالم ما يبدا. دلوقتي هنبدا بالمجموعه الثانيه واللي على راسها انجلترا وامريكا وايران وويلز. المجموعه فاضل لها روسيا وتبقى حرب عالميه ثالثه مش كاس عالم خالص. سكواد انجلترا طول عمره من الاقوى في العالم، وانجلترا دايما مرشحه للفوز في اي بطوله تخشها. ما بصراحه يعني هم اللي اخترعوا الكوره، فطبيعي اي بطوله يخشوها يكونوا مرشحين للفوز بيها. ومع ذلك ما كسبتش كاس العالم غير مره واحده في تاريخها ومعهاش اي لقب قاري غيره. بركاتك يا ست الكل. المهم انجلترا قدرت توصل نهائي يورو 2020 وتلعب ايطاليا في النهائي، وكانت على بعد خطوه واحده للفوز بالبطوله، لكن ده ما حصلش وخسرت قدام ايطاليا ضربات الجزاء بعد ما المدرب قرر ينزل راشفورد وسانشو علشان يشوطوا ضربات الجزاء والاتنين ضيعوا. فطبعا سكواد انجلترا قوي جدا، خصوصا ان مجموعتها سهله قوي. هنا مش بنتكلم عن لعيبه زي اي فريق، لا هنا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا حسد، يعني بنتكلم عن خطوط كامله. عندهم في حراسه المرمى هيتواجد 3 من الرباعي ده: بيكفورد حارس ايفرتون، دين هندرسون حارس اليونايتد السابق ونوتنهام فورست الحالي، ورامز ديل حارس ارسنال، ونيك بوب حارس نيوكاسل. خط الدفاع من الناحيه اليمين هنلاقي ارنولد وبين وايت وكايل ووكر وتريبيير، وعلى الشمال هنلاقي لوك شو، وفي النص هنلاقي ايريك داير وتوموري، وطبعا ما ننساش نجم الجيل الحالي وكل جيل كابتن هانا ماجواير. كل ده ولسه ما طلعناش لقدام. خط النص عندهم كابتن الليفر هندرسون ووارد بروس وديكلان رايس. قدام عندهم خط الهجوم المرعب بتاعهم، موجود بوكايو ساكا وفيل فودن وماسون ماونت وراشفورد ورحيم ستيرلينج، والفرخه اللي مش بترحم اي حد هاري كين. اعتقد الاسامي اللي قلتها تبين قد ايه ان انجلترا مش بس تقدر تصعد من المجموعه، لا دي كمان تقدر تفوز بالبطوله بكل اريحيه. بس اولا لازم اللعيبه تثق في قدراتها، لان فعلا النفسيه بتاثر جدا على المنتخب الانجليزي، وبطولات كتير قوي خسرتها من منتخبات اقل منها في المستوى. ثانيا لازم ساوثجيت المدرب بتاعهم يتخلى تماما عن السياسه الدفاعيه للفريق، لان مش طبيعي يعني يكون قدام معايا هاري كين وفيل فودن وراشفورد وستيرلينج والعب دفاعي. ثالثا بقى عمنا تين هاج قال كفايه على هاري ماجواير وبطل يلعبه. انت بقى ليه مصر تلعبه كل ماتش؟ يعني يكون معاك الهجوم ده وتلعب دفاعي وتخلي قلب دفاعك هاري ماجواير؟ يا اخي ما علينا. ومعاهم في المجموعه امريكا اللي من وجهه نظري مش هتقدر تقدم كتير، وويلز اللي اصلا صاعده ملحق اوروبي برضه من وجهه نظري مش هتقدر تصعد من المجموعه، وايران بقى المخضرمه في كاس العالم، ومعاهم كارلوس كيروش اللي انا شايفه من احسن المدربين اللي دربوا مصر من ساعه حسن شحاته، ان لم يكن احسنهم على فكره. مدرب فاهم وذكي وعينه حلوه، هو الوحيد اللي في مصر اللي شاف قوه محمد عبد المنعم في الدور الدفاعي، وعمر كمال اللي اصلا كان بيلعب وينج يمين ورجعه يلعب باك يمين وقدر يسد الفراغ الكبير اللي سابه اكرم توفيق بعد ما اتصاب في ماتش نيجيريا. فعلشان كده اعتقد ايران هتقدر تقدم حاجه قويه كاس العالم ده. ملخص الكلام النتيجه من الكنترول: الاول انجلترا، التاني ايران، التالت امريكا، الرابع ويلز. تيجي بعدها المجموعه الثالثه واللي على راسها المنتخب الارجنتيني والمنتخب السعودي والمكسيك وبولندا. المنتخب الارجنتيني بيدور على البطوله الثالثه في تاريخه في كاس العالم، وطبعا ميسي بيدور على كاس العالم الاول في تاريخه علشان يبقى مسك الختام ويكون قفل الكرة حرفيا. احنا اتكلمنا عن المنتخب الارجنتيني والمنتخب البرتغالي في حلقة لوحدهم، لو ما شفتهاش هسيب لك اللينك، خلص الحلقة دي وروح شوفها. المنتخب الارجنتيني راجع وبقوة كبيرة جدا بعد ما حقق كوبا امريكا 21 وكان على بعد خطوة واحدة بس من الفوز بكاس العالم 2014، لكن خسر من المانيا 1-0 في الاكسترا تايم وللاسف ما حققش البطولة. رجع السنه دي بسكواد شرس من اول مارتينيز حارس المرمى، وعندهم في الدفاع اوتاميندي وروميرو ومارتينيز قلب دفاع مانشستر يونايتد، وفي نص الملعب باريديس وديبول نص ملعب اتلتيكو، وقدامهم طبعا المعزه الاقوى في تاريخ الكوره في كل العصور، ميسي اللي حقق تقريبا كل الالقاب اللي يتمناها اي لعيب في مسيرته، ناقصه بس كاس العالم علشان يبقى حقق اللي محدش قبله حققه في الكوره. ومعاه في الهجوم دي ماريا وخواكين كوريا وديبالا والفاريز. فرصة الارجنتين للفوز بكاس العالم ده
اقوى من اي فرصه جت للارجنتين قبل كده، بسكوادها القوي جدا، وكمان طريقها في البطوله اسهل بكتير قوي من السنين اللي فاتت. فهل نقدر نشوف ميسي بيرفع الكاس اللي بيحلم بيه طول عمره؟ ومعاهم طبعا الخضر، المنتخب السعودي اول منتخب عربي يصعد لكاس العالم 2022، ودي المشاركه السادسه للمنتخب السعودي في كاس العالم. اول مشاركه ليه كانت في كاس عالم 94، وقدرت تحقق مفاجاه كبيره قوي وقتها وصعدت لدور ال16. فهل يقدر منتخب الصقور الخضراء يحقق انجاز اقوى في كاس العالم 2022؟ معاهم المدرب الفرنسي هيرفي رينار اللي كان مقدم اداء قوي قوي مع اسود الاطلس في افريقيا. هيعتمد رينار في حراسه المرمى على حارسه الاول محمد العويس اللي كان ليه دور مهم قوي في صعود المنتخب السعودي لكاس العالم، وفي خط الدفاع على البليهي اللي من المميزين في المركز ده، وطبعا الظهير الايسر صاحب الخبرات ياسر الشهراني. وفي النص هيعتمد هيرفي رينار على سلمان الفرج وعبد الله العطيف، وطبعا الجناح الايسر اللعيب المميز قوي سالم الدوسري. عاد ليخلط من جديد، عاد سالم بروعة كبيرة بتسديدة جميلة ليلة التورنيدو. والجناح الايمن الفهد الاسود فهد المولد. اعتقد حظوظ منتخب السعوديه كويسه قوي النسخه دي، ده خصوصا بعد ما صعدوا لكاس العالم 2018. وطبعا لعبتهم رهبه كاس العالم عندهم قلت كتير وخبراتهم زادت قوي. المجموعه بتاعتهم مش اسهل مجموعه، بس كلنا عندنا ثقه ان المنتخب السعودي يقدر يقدم اداء كبير يشرف بيه نفسه ويشرف بيه كل العرب. وهيبقى على خط دفاعهم مسؤوليه كبيره قوي انهم يوقفوا هجوم الارجنتين، وعلى راسهم طبعا ميسي، وكمان لازم يوقفوا ليفاندوسكي قائد هجوم بولندا. يبقى برضو النتيجه من الكنترول. ترتيب المجموعه الثالثه: الاول الارجنتين، الثاني ان شاء الله السعوديه، الثالث المكسيك، الرابع بولندا. دي كانت الحلقه الثانيه. يا ريت لو مش مشترك في القناه تنزل تشترك وتدينا اللايك بتاعك وتكتب رايك في كومنت علشان رايك حقيقي مهم. رفقاء الكرويين، سلام.